أهلا بكم متابعي قناة ملوك الدواجن. كيف نستقبل البطة الجديدة بعد خروجها من البيض مباشرة؟ عندنا هذه البطة عمرها تقريبا 5 ساعات، يعني خرجت من البيضة قبل 5 ساعات. كيف نستقبل هذه البطة؟ إذا كنت تريد أن تربي البطة عندك في البيت، يعني بدون وجود الأم، أو مثلا إذا كانت عندك البطة خرجت من الفقاصة، يعني لا يوجد عندها أم تحتضنها، فضروري جدا خلال الأيام الأولى نضع البطة الصغيرة في حضانة، ضروري جدا، لأن الدفء مهم جدا للبطة بهذا العمر، ضروري جدا الدفء. الآن سوف نقوم بوضع هذه البطة في الحضانة. لاحظوا عندنا هذه الحضانة جهزناها مجهزة كاملة، عبارة عن كرتون ولمبة حرارية ونشارة الخشب. نضع البطة في هذه الحضانة ونولع اللمبة. لاحظوا هذه لمبة حرارية تعطي دفء في المكان، وتشعر البطة الصغيرة بالدفء في هذا المكان. يعني خلال تواجد البطة في هذا المكان تشعر بالدفء بسبب الحرارة التي تخرج من اللمبة. فضروري جدا في الأيام الأولى ضروري جدا أن نستخدم هذه الطريقة. أما إذا كانت البطة تحت الأم، يعني لا يوجد مشكلة، ممكن أن نترك البطة خلال أيام حتى نلاحظ أن البطة تستطيع أن تمشي وتأكل بنفسها. بعدها ممكن أن نأخذ البطة ونربيها، ولكن هذه الطريقة الحضانة، ضروري وجود الحضانة إذا كانت البطة خرجت من البيضة ولا يوجد أم تحتضنها. ضروري جدا أن نضع البطة في الحضانة. لاحظوا ما شاء الله تبارك الله. هذه البيضة التي خرج منها البطة، وعمر البطة تقريبا 5 ساعات إلى هذه اللحظة. هذا، ونتمنى لكم الفائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.